باش تصرف فلوسك مزيان وتحكم فيهم ماشي ضروري تكون لاباس عليك وعندك الاموال الطائله، بل يكفي انك تفرج في هذا الفيديو وتفهم مزيان داكشي اللي غادي تقال فيه، وكون متاكد باللي غادي تولي تجري فلوسك بحال الاغنياء. واول حاجه غادي نهضروا عليها ماشي كيفاش تجري الفلوس، حيت اصلا خاص تكون عندك الفلوس باش تجريها. لذلك غادي نشوفوا بعض الاسرار اللي كتخليك دير الفلوس. ويلا نبداو على بركه الله. خاصك تعرف باللي ان الفلوس مجرد لعبه، واللي خاصك ضروري تتعلم كيفاش تلعبها في اقرب وقت. فمثلا انت كتلعب تشاس ولعب شي اكثر من 1000 مره، وانا لعبته غير مره ولا جوج، فمن الطبيعي جدا انك غادي تربحني. ونفس الحاجه بالنسبه للكره، المونوبولي ولا التنس ولا اي لعبه طاحت لك على البال، كل ما لعبتيها بزاف كل ما وليتي بروفيسيونيل فيها. كذلك نفس الحاجه بالنسبه للمال. والحاجه الزوينه هي انه الا كان المال لعبه فحتى انت تقدر تلعبها. وهنا بالضبط في هذه النقطه غادي تسولني كيفاش تقدر حتى انا نلعب هذه اللعبه. فكما راك عارف في اي لعبه عندها قوانين ديالها، ولا ما احترمتيش هذه القوانين ولا ما عرفتيهمش فما غاديش تقدر تلعب هذه اللعبه. واول قانون في هذه اللعبه هو انه خاصك تكون كتبغي الفلوس وماشي كتكرههم. فكاين بزاف الناس كياخذوا فكره غلط على المال وكيكرهوه اعتقادا منهم انه هو سبب كل المشاكل اللي كاينه في العالم. والا كرهتي الفلوس فلن يصبح لديك المال ابدا، كلما كسبته ستتخلص منه في اقرب وقت ممكن، لان المال لا يحب الذين لا يحبونه. فاذا كنتي كتقول في راسك بلي الاغنياء ما مزيانينش وان الفلوس خنزت الدنيا فراك كتكذب على راسك، ولكن لسوء الحظ فالاقل ديالك كيتيق هاد الكذبه. وبكل بساطه فاش كنتي ما كتبغيش شي حاجه فما غاديش تبقى معاك. قانون ثاني في لعبه المال تيقول بلي ان المال لعبه مضاعفه، يعني خاصك تعلم كيفاش تضاعف المال ديالك. كانت عندك درهم خاصك ترد 2 دراهم، كانت عندك 5 دراهم خاصك ترد 10 دراهم، ولا كانت عندك 5000 درهم خاصك ترد 10000 درهم، وانت غادي هكا حتى توصل للمبتغى ديالك، لان الامر كله يتعلق بلعبه المضاعفه. ودابا غادي ندوزو للقانون التالي اللي هو التايمين، التوقيت. فعليك ان تتعلم ان تاخذ القرارات الماليه في الوقت المناسب، فوقاش تشري فوقاش تبيع، فوقاش تجمع الفلوس وفوقاش تصرفها، فوقاش تدخل شي بيزنس وفوقاش تخرج منه. وهادشي كامل غادي يخليك واعر في هذه اللعبه. القانون التالي هو ان الفلوس ما كتبغيش تبقى واقفه في نفس المكان لمده طويله. فكاين اللي كيدير الفلوس ديالو في كونط بانكير وما كينفيستيها مع حتى حاجه، وخاصك تعرف باللي الا ما استثمرتيش ديك الفلوس فكاين اللي غادي يدير هادشي بلاصتك. والبنكه براسها اللي حاط عندها الفلوس ديالك كتخدمهم باش تجي فلوس واحده اخرى، وخاصك تعرف هادشي مزيان قبل ما تدخل لهاد اللعبه. القانون التالي هو فخ العقليه الاستهلاكيه المدمره. فمجموعه من الناس كتدار بان من الطبقه الغنيه وكتصرف نفقات لا حاجه لها بها، كتشري ايفون الاخر مع كيخرج، وكيسافروا جميع الاماكن في الفيرست كلاس، وكل نهار تصويره جديده في بلاصه جديده. والحقيقه هي انهم كيساليو الشهر غير بالكريدت، والهم ديالهم الوحيد هو انهم يبانوا على الناس، وفي الواقع لا يمتلكون ثروه حقيقيه بل يملكون الديون فقط. فحاول ما تكونش من هذه الفئه من الناس، وضرب حساب كل درهم تيخرج من الجيب ديالك. فكل درهم من الجيب ديالك اعتبره في حال شي سلطه خاصو يجيب لك خو. القانون التالي هو ضبط النفس عند الازمات. فحل بالصبر عند الازمات ولا تتخذ قرارات عن طريق الخوف. ففي هذه اللعبه فاما ان تكون مغامر او سوف تغادر عن مقالب. وتذكر جيدا ان الازمات هي مصدر الفرص للاغنياء، وهادشي غادي نبينو في الفيديو الجاي اللي هو كيف تصنع الثروه اثناء الازمات. القانون التالي هو التعلم من الاغنياء. فما يمكنش شي حد يقدر يوريك كيفاش تولي غني الا انسان غني. قرا الكتب ديالهم، اسمع لي بودكاست ديالهم، حاول تطبق داكشي اللي تيقولوا في الحياه الواقعيه، لان ذلك سوف يؤثر على العقليه ديالك، لان الامر كامل كيتعلق بالعقليه. It's all about mindset. القانون الثالث يقول play your game don't compare. لا تقارن نفسك باي شخص عدا نفسك. لعب اللعبه ديالك وحاول ديباسي النيفو اللي انت فيه، وحاول تكون احسن من اللي كنتي عليه البارح، وما تقارن راسك بحتى حد سوى راسك. وهذا الشيء المصلحه ديالك. فمثلا انت يلاه بادي عندك 10000 درهم وكتقارن راسك بولد عمك اللي عنده اكثر من 100 مليون وفتح ديوا في التجاره وعنده بزاف ديال السكيلز، فراك كضر غير راسك بحال هكا. لذلك ما تقارنش راسك الا براسك. القانون التالي الصاحب ساحب. حاول تدور راسك غير بالاشخاص الناجحين في حياتهم باش تولي في حالهم، لانه الا كنتي مصاحب مع 4 ناجحين فغادي تكون انت هو الخامس، ولا كنتي مصاحب مع 5 فاشلين غادي تكون انت هو السادس. القانون التالي هو الديدلاين، اخر اجل. فكما مباراه القدم عندها ديدلاين اللي هو 90 دقيقه، فحتى انت الاهداف الماليه ديالك خاصهم يكون عندهم اخر اجل للتحقيق، والا كاع ما حققتيهم قبل من الديدلاين فكاع كيبقاو مهمين. القانون الثالث تحلى بالصبر وليس بالطمع. فمثلا لا تعطيك الاختيار ما بين 1000 درهم كل شهر لمده 50 عام ولا 20 مليون كاش على الفور، شنو غادي تختار؟ فاغلب الناس غادي يختاروا الاختيار الثاني اللي هو 20 مليون، وما فكروش باللي ان 1000 درهم في 12 في 50 كتساوي 600000 درهم، واللي هو التريبل ديال المبلغ اللي اختاروه. ولكن المشكل ما كاينش هنا، المشكل كاين في انهم ملي كياخذوا الفلوس ما كيعرفوا ما يديروا بها، وكتضيع منهم في وقت قصير بحال عمرهم خداوها من قبل. وهادشي بالضبط اللي كيطرح حتى الاشخاص اللي كيربحوا في النصيب وكيختاروا الفلوس ديالهم في فتره قصيره، واللي ضرب على خبيزته وكرا خضره. وهادشي علاش خاصك تكون صبار وما تكونش طماع. وبالنسبه لاخر قانون هو انه ما خاصكش تبقى في نفس البلاصه. وسع الاعمال ديالك، كبر المبيعات ديالك، كبر المنتوجات ديالك، وسع المشروع ديالك، وما تبقاش في نفس البلاصه، وخاصك تبقى ديما غادي لقدام. المهم هادشي كان بعض من اهم القوانين ديال لعبه المال. من بعد ما شفنا لعبه المال وعرفنا كيفاش كدير الفلوس، دابا نقدروا نهضروا على كيفاش غادي نصرفوا هاد الفلوس اللي درناهم من هاد اللعبه، يعني كيفاش تجري فلوسك فحال الاغنياء باش تولي منه. قبل اي حاجه خاصك تعرف باللي كاع الناس مقسمين على 3 ديال الطبقات، واللي غادي تلقى راسك وسط وحده منهم. 5% تزادوا بملعقه من ذهب، يعني ورثوا الاباء ديالهم والاجداد ديالهم وعندهم بزاف ديال الفلوس وما خاصهمش ضروري يخدموا باش يكون عندهم الفلوس. و15% من هاد الناس اللي كنسميوهم حنا الطبقه المتوسطه، وهاد الطبقه المتوسطه غالبا ما كتكون عندهم دار، عندهم طوموبيل، كيسافروا مره، المهم مرتاحين نوعا ما. و80% اللي بقات اللي هي الطبقه الفقيره اللي ضروري خاصهم يخدموا باش يكون عندهم ما ياكلوا وما يشربوا. والفرق ما بين هاد 3 ديال الطبقات كاين في حاجه وحده اللي هو كيفاش كيتعاملوا مع الفلوس. فالانسان الفقير كيكون خدام مع شي شركه ولا شي مشغل معين مقابل واحد الصالير،
صغير، يعني كيبيع الوقت ديالو مقابل الفلوس. مع كياخذ الراتب الشهري ديالو كيخلص النفقات اللي عليه وكياخذ داكشي اللي غادي يحتاج، وغالبا ما كيكملش الشهر غير بالكريديت. وبالنسبه للانسان اللي في الطبقه المتوسطه حتى هو كيدير نفس الحاجه اللي كيدير الفقير، اللي هو كيبيع الوقت ديالو مقابل المال، غير هو كيدير واحد التقسيم بسيط، كياخذ الصالير ديالو كيخلص النفقات ديالو وداكشي اللي شاط ليه كيخبيه. بالنسبه للشخص الغني حتى هو كيدير نفس الحاجه اللي دار اللي قبل منه، غير هو زايد عليه مصادر الدخل متعدده، يعني ما عندوش غير صالير واحد، وكذلك عنده واحد الحاجه اللي غادي نهضروا عليها من بعد. ودابا من نعرف شي الطبقات اللي كاينين في المجتمع كيبقى السؤال هو كيفاش دوز من الطبقه الثانيه ولا الثالثه للطبقه الاولى، يعني كيفاش تولي من الاغنياء. باش ما نطولش عليك وبكل بساطه، الا بغيتي تولي من الاغنياء خاصك تحكم فلوسك في حال الاغنياء، واللي هي اخر حاجه غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو. ربما كتقول في راسك فين هما الفلوس اللي غادي نتحكم فيهم، حيت اللي كيجيبوا النهار كيخسروا الليل، واللي كيجي في الشهر كيتخسر غير في سيمانه واحده. وبكل اسف من ديما كنتي كتسول راسك هذا السؤال، واللي هو بحد ذاته سؤال غلط، والسؤال اللي خاص يكون في بلاصتو هو كيفاش غتجيب هاد الفلوس. كما قلنا في الاول ف5% من سكان العالم اللي تزادوا لاباس عليهم ورثوا الثروه ديال الاباء ديالهم، واللي سوء الحظ انت ماشي منه. وهادشي علاش خاصك تخدم عقلك مزيان وتضرب التماره ديال بصح باش الابناء ديالك ما يعيشوش داكشي اللي غادي تعيشوا نتايا. واول حاجه اللي خاصك تبدا بها هي تقلب على خدمه باش يكون عندك صالير، وماشي ضروري تكون قريتي وعندك ديبلوم باش دير هادشي، حيت كاين بزاف الناس ما عمرهم شافوا المدرسه ومخدمين عندهم بزاف الناس عاشوا حياتهم كامله كيقراو. وهادشي ما كاينش ان القرايه ماشي مهمه، ولكن هذا هو الواقع. من بعد ما خدمتي حاول تحكم في الصالير ديالك وتقسموا لعده اقسام، واهم واحد فيهم هو الاستثمار اللي غادي ياخذ لك واحد 25% من الصالير ديالك. في الاول بدا غير ب 10% باش ما تجيكش قاصحه، ولكن من بعد تزيد بشويه بشويه حتى توصل لوبجيكتيف اللي هو 25%. الاستثمار واحد الحاجه مهمه، ولكن مهم اكثر انك تحط فلوسك في حاجات كتفهم فيهم، سواء كان السلع والخدمات، سواء الاسهم ديال الشركات ولا حتى العقار. وهنا بالضبط في هذه النقطه غادي تخرج من الحفره اللي كنتي فيها ديال تاخذ صالير، تخلص النفقات وتصرف داكشي اللي بقى، وغادي تولي تخلص راسك قبل ما تخلص اي حاجه. المهم نقدروا نديروا فيديو الراس على الانفستمنت، الا كنتي باغي تعرف عليه اكثر خليها لي في التعليقات. وبالنسبه ل 25% الثانيه غادي تكون ديال تعلم المهارات اللي غادي تخليك تزيد من الصالير ديالك، وغادي تخلي القيمه السوقيه ديالك في السوق طالعه، سواء كنتي غادي تشري بها الكتوبه ولا الدورات ولا حتى التعليم الجامعي. والمهم خاصك ديما تصغر راسك وتكون مستعد باش تتعلم الحاجات اللي غادي يعاونوك باش تولي من الاثرياء، وما ديرش فيها كتفهم في كل شيء. وبالنسبه ل 50% اللي بقات تقدر تعيش بها وتخلص بها النفقات ديالك، وحتى انك تسافر بها، ولكن بشرط تكون انك عارف المهاره ديال الاداره الماليه. ولكن الحاجه اللي نسيناها هي الديون، فاذا كانوا عندك كريديات فحاول تحيدهم عليك هما الاولين. فبلاص 25% من التعلم ديال المهارات غادي تولي 25% من الصالير ديالك مخصصه غير الناس اللي كيسالوك باش تحيد عليك كاع الكريديات وتولي زيرو تاعك. وخاص كذلك يكون عندك واحد الصندوق ديال الطوارئ قبل ما تبدا هادشي كامل. فقبل ما تبدا الاستثمار ولا التعلم خاص تجمع واحد البركه ديال الفلوس اللي غادي تغطي لك من 6 شهور حتى العام من المصاريف ديالك في حاله ما طرات شي حاجه غير متوقعه، ومن بعد هادشي تقدر تبدا الطريق ديالك نحو الغنى. واخر حاجه خاصك تعرفها هي ان كل ما بديتي هادشي بكري وطبقتيه فراك غادي توصل في اقرب وقت لداكشي اللي بغيتي، ولكن الا بقيتي كتعلم بلا تطبيق فراك ما غادي تزيد حتى خطوه واحده للقدام. وتفكر باللي الفلوس ماشي هي الهدف، بل مجرد وسيله اللي غادي توصلك للحريه الماليه، وعمرك تربي الكبده عليها، حيت هادشي غادي يضرك اكثر ما غادي ينفعك. المهم سي يو ان ذا نيكست وان.